السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. هنبدأ بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنعمل النهارده وصفة سهلة جدا. هنعمل النهارده أكلة سريعة كده، في السريع منه زي ما بيقولوا واحنا مع بعض. برجر بيتي، بس مش بيتي قوي يعني. يعني احنا ايه، يعني احنا عاملينه في البيت، بس البرجر نفسه احنا شايلينه من الشارع. والنهارده هتشوفوني وانا في الكايزر بتاع الشارع، مش اللي انا خابزاه في البيت. عشان كده انا بقول لكم حاجه في السريع منه قوي. يعني انا دايما بعمل البرجر في البيت، واقعد بقى احط لحمه وفلفل وبصل وحاجات واعمله دواير وكده، واقعد بقى اخبز في العيش واهد في حيلي واتعب. بس النهارده انا تعبانه بالفعل، ومش قادره ان انا اعمل حاجه. فجبت بصراحه، الولاد بيقولوا يا ماما احنا عايزين نعيش جاهز. قلت لهم يا حبايبي بس من عينيا، ده انتوا تؤمروا، احنا هنجيب كل حاجه جاهزه، انتوا ما تقلقوش. بس انا لو الاقي حد يقطع لي الطماطم والبصل والفلفل والبطاطس دي كنت خليته عملها لي. يلا الحمد لله على نعمة الصحة، والحمد لله على كل حال يا رب. طبعا النهاردة كده هنعمل برجر جاهز. بنحاول نجيب بقى على قد ما نقدر نوع يكون كويس لو هنجيبه جاهز. جبنا الكايزر، نقطع الطماطم والبصل والفلفل، ونخرط شوية بطاطس نعملهم بقى ايه، بطاطس محمرة كده جميلة. ممكن تعملوها شيبسي، يعني بس مش الشيبسي اللي بيقرمش، اللي هو فاكرين التخريطة بتاعت زمان دي اللي كان بيبقى فيها البركة وتحس نصها مقرمش ونصها طري. ممكن تعملوها او تعملوا صوابع وتستسهلوا زي ما انا عملت كده. ما شاء الله البطاطس جنب البرجر طعمها حلو وبتشبع كمان. يعني سيبكوا بقى من الطعم، هي بتشبع. البرجرايه كده لما تحطي ما شاء الله لقمه العيش بتاعتك، وتحطي فيها شويه بطاطس على طماطم على فلفل على شويه البصل اللي احنا هنعملهم مع بعض متكرملين، وقطعه البرجر، بتلاقيها ما شاء الله اللهم بارك ايه السندوتش كده بقى دسم كده، سندوتش حلو ما شاء الله، مليان في ايد العيل ياكله ويشبع. ليه ياكلوا سندوتشين وما شاء الله الحمد لله على كده. طبعا حبايبي اللي بيسمعوني، يا ريت نحط لايك، نحط كومنت حلو كده جميل زيكم، وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا طبعا عشان كل فيديوهاتنا توصل لكم. ان شاء الله. بصوا انا في حاجات في دماغي عايزه اعملها، فانا كنت عايزه اخد رايكم بصراحه عليها. انتوا زي اخواتي وكده، فيعني يا ريت تفيدوني في الموضوع ده. آه، انا من زمان، يعني من قبل من 6 سنين كده فاتوا، وانا كنت عايزه اعمل فيديوهات وافتح قناه على اليوتيوب، او صفحه على الفيس. يعني هو انا فتحت القناه على اليوتيوب دي الاول، وبعد ما فتحتها، بس مش دي، انا فاتحه واحده تانية شبهها. وما نزلتش عليها قناه لا لا، اصبروا يا حبايبي اصبروا. فانا فتحت القناه دي وما نزلتش عليها حاجه، بس مش من 6 سنين. انا من 6 سنين كنت عايزه افتحها. فقالوا لي طب ماشي، ابدا اعمل كام فيديو. فصورت حوالي 3 4 فيديوهات، وبعدين حصلت ظروف كده، ظروف جامده يعني لزوجي في شغله وكده، وبعد كده حصلت ظروف نقلنا من المحافظة خالص اللي احنا كنا فيه. احنا كنا عايشين في سوهاج الأول، جينا هنا، جينا بحري في القليوبية شبرا خيمة. فظروف بقى الشغل والنقل ومش عارفة ايه وتعب الولاد، ولما نقلنا بنتي كانت لها فسيع على صدرها، وحاجات كده كتير حصلت ورا بعضها، فمنعتني ان انا افتح القناة او ان انا ارفع الفيديو. انا كنت بالفعل صورت الفيديوهات وجبت حامل للموبايل عشان اصور، وهو مش حد ماسكه كده، لان ولادي كانوا لسه من 6 سنين. ده كان محمد ما شاء الله عليه عنده حوالي 6 سنين او 7 سنين بس تقريبا، يعني ما كانش كبر لسه، فما كانش حد ينفع يمسك لي الموبايل. المهم يعني ان انا صورت كام فيديو، وبعدين حصلت الظروف دي ووقفنا. بصوا انا بعمل البصل المتكرمل ركزوا معايا، حطيت فيه كاتشب ومايونيز وخل ودبس رمان، بيطلع طعمه تحفه. عايزاه سبايسي حطي شطه. اكمل لكم بقى. وبعدين رحت وقفت، قلت لما جيت طب انا عندي فكره تانية اعمل فيها، لان انا لما نقلت انا ما نقلتش في شقه على طول، انا نقلت في اوضه وصاله كده كان عندنا فوق السطوح. شقة كانت تحت الإنشاء وما اكتملتش، واحنا نقلنا فيها لأن بقول لكم كان في مشاكل كده جامدة. فما كانش ينفع ان انا اصور اصلا. وحصلت بقى ماما حصلت لها حادثه، فبقيت انزل تحت الماما واطلع، فكانت الامور مش احسن حال. ففكرت ان انا اصور، ان انا عايزه اصور في الارض الزراعيه في الغيطان. انا بحب فكره الطبيعه وحياه الريف والحاجات الجميله اللي كلنا بنعشقها وبنفتقدها من زمان. طبعا
الفكرة قُوبلت بالرفض من كل اللي حواليّا، وهتروحي وتيجي وتعملي ومين هيتفرّج على الغيطان، مين هيتفرّج على الحياة دي، طلع بعد كده بقى ما شاء الله محمد نصر وإبراهيم شعبان وناس كتيرة بقى طلعت. عايزة أقول لكم أنا الفكرة في دماغي من قبل الناس دي كلّها، بس طبعًا مش مهم إني أفكّر، المهم اللي ينفّذ، هُم ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يبارك يا رب يرزق الجميع ويفتحها علينا جميعًا من فضله، هُم بدأوا. فأنا دلوقتي كده يعني عايزة أرجع أعمل الفكرة دي، بس خايفة حد يقول إن أنا باقلدهم، وأرجع أقول طب حتى لو حد قال كده يا جماعة ده تقليد في الخير، مع إنه والله ربنا يعلم إن الفكرة دي في دماغي من قبل ما هُم يفتحوا قنواتهم أصلًا. أنا بافكر دلوقتي إن أنا أبدأ وأسافر البلد إن شاء الله، لإن البلد عندنا المنوفية أو سوهاج، فأقربهم طبعًا المنوفية. وأروح هناك وأصوّر تاني فيديوهات جميلة في وسط الطبيعة وفي وسط الريف، وحياة الريف بقى والفطير والعيش والأكلات اللي هي الإيه، الخفيفة اللي في الغيطان دي. إيه رأيكم أعمل المحتوى ده هيعجبكم والّا هتملّوا منّه والّا انصحوني كده قولوا لي تمام لو عملت الحاجة دي والّا لأ؟ الحاجة التانية بقى بُصّوا العيش إحنا هنا هنولّع الطاسة هت تحميصة خفيفة، خدوا بالكم ممكن يتحرق بسرعة، يعني ادّي له بس تحميصة كده خفيفة من تحت يبقى الساندوتش ما شاء الله crispy كده من تحت، عندي ادّيت له تحميصة من فوق تمام برضه، بس أنا حسّيت إن الساندوتش ما شاء الله مليان، فلو قلبته الناحية التانية هيتفرتك منّي كده ويقع في الأرض. يا رب تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال ويكون الفيديو عجبكم، وقولوا لي رأيكم، ما تبخلوش عليّا برأيكم إن شاء الله بإذن الله. علشان قناتنا تكبر ونبقى أحلى ونبقى إخوات وأنتم إخواتي كلكم إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك لكم في أولادكم ويبارك لي في أولادي يا رب ويهديهم يا رب ويصلح حالنا وحالهم يا رب ويرضى عنا ويرضينا ويرزقنا الرضا ويرزقنا في أولادنا الخير كله يا رب، يرزقنا خيرات الدنيا والآخرة يا رب. يسعد أهالينا ويسعد أولادنا ويسعد آبائنا وأمهاتنا واشفيهم يا رب العالمين واشفينا. اتفرجوا علينا، ما تبخلوش عليا بكومنت حلو نعم يا وبلايك نور، واشتراك في هتاكليها؟ القناة وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.